مشاهدي ريمونتادا في كل مكان، فرحة كبيرة تسيطر على محافظة الدقهلية وعلى مدينة المنصورة بعد ضمان نادي المنصورة الصعود إلى دوري المحترفين. ومعانا كابتن نادي المنصورة كابتن كريم بدير. مبروك، فرحة كبيرة، فرحتوا 7 مليون دقهلاوي. تقول إيه بعد الفرحة الكبيرة دي؟ اولا انا ابو حميد برحب طبعا بيك وبقناه المحور وبرنامج ريمونتادا بقياده الاعلام احمد حسام ميدو. طبعا بوجه له رساله، يعني ده من الناس اصحاب الفضل عليا، اول واحد كان لعبني دوري ممتاز، وانا يعني ربنا يعلم محبته عندي ايه. اولا الحمد لله، طبعا الحمد لله كميه ضغوط كانت علينا فتره كبيره اكتر من 3 شهور. احنا بنلعب باسم بلد 8 مليون دهلاوي، كانوا الناس الصراحه ملفوفين حوالين الفرقه بشكل ما حصلش من سنين، من فتره كبيره. الحمد لله الحمد لله، طبعا فرحة كبيرة جدا. تعب ربنا اما بيديك فرحة بعد تعب كبير بيبقى طعمها حلو. الحمد لله ان احنا قدرنا نفرح جمهور نادي المنصورة وشعب الدهلية كله، وان شاء الله دي خطوة ان النادي يرجع لمكانه الطبيعي وخطوة للدوري الممتاز ان شاء الله. كريم، أكيد كان ليك دور كبير مع الجهاز الفني الفترة اللي فاتت، تحديدا إن هي كانت فترة ضغط كبيرة جدا على اللعيبة. قول لي إزاي قدرت تتعامل مع اللعيبة تحديدا صغار السن في فريق نادي المنصورة؟ اولا طبعا الفتره اللي فاتت دي طبعا يعني معظم اللعيبه زي ما انت قلت صغيرين، وفي ناس كتير ما اتحطتش في مواقف اللي هي الضغط والضغط الصعود، واللي كان الفتره اللي فاتت دي كمان كان في حاله كبيره في شارع المنصوره، كلهم بيدعموا الفرقه، في حاجه اعلاميه كبيره كانت بتحصل. فطبعا الحاجات دي كلها كانت مقصره، اللعيبه كانت متحمله ضغوط عاليه جدا، فكنا ان احنا بنقدر بس نشيل من عليهم الضغوط. في الاول والاخر انت بتعمل اللي عليك واللي ربنا رايده وبيكتب لك في الصعود. الجهاز الفني برضك بامانه كان بيشتغل على الحته ديت، ان هو بيشيل الضغوط من على اللعيبه، هو اللي بيتحمل المسؤوليه في حاجات كتير، والحمد لله قدرنا ان احنا نفرح الناس ان شاء الله الحمد لله. ارتباط اسمك الدائم بنادي المنصورة، كونك واحد من أبناء المدينة، قول لي ده عمل لود أكبر عليك وضغط كبير عليك الفترة اللي فاتت، ولا كنت بتعمل إزاي؟ والله يا ابو حميد انا اقول لك حاجه يعني ما فيش حد يعرفها، ان انا كان بالنسبه لي السنه دي لو انا ما صعدتش المنصوره ده كان هيبقى اخر سنه ليا في نادي المنصوره. انا بلعب في نادي المنصوره من 2012، لفيت في فرق كتير ودايما كنت برجع النادي، بس انا حسيت ان انا لو ما عملتش حاجه السنه دي خلاص يعني كانت هتبقى اخر فرصه. فطبعا كان ضغوط عليا، يعني اكبر ضغط من سنين، من يوم ما لعبت كوره الفتره اللي فاتت دي. كنت عايز اعمل حاجه، الحمد لله ربنا قدرني. كانت فتره صعبه جدا جدا، بالذات لما انا جيت في يناير كانت كل الناس مستنيه من وجودي ان انا يعني يبقى لنا دور في الصعود. فالحمد لله قدرنا نعدي المرحله ديت بفضل ربنا الحمد لله. شكرا. حبايب